تشيكن فرايد وينجز او وينجز تشيكن فرايد تشيكن وينجز، كلهم زي بعض. دي كانت هياكل الفراخ اللي انا كنت جايبها وعملت منها قبل كده، كان متبقي منهم، عملتها على طريقة الكنتاكي. بص شكلها عامل ازاي، كنتاكي يعني. معانا شوية مكرونة مسلوقة، وعامل لها بقى الصلصة الخطيرة دي. الصلصة دي حطيت لها فلفل رومي وفلفل حراق وزيتون ومشروم، صوص ريد صوص كده، حاجة جوسي لوسي. بسم الله الرحمن الرحيم. الصوص دوت كاتشب على مايونيز على مستردة. طعمها حلو قوي. تعالى اقول لك بتتعمل ازاي. هنقول بسم الله، وهنجيب بوله فاضيه ونحط فيها لبن، ونتبل بملح وفلفل وبابريكا وكاري، توم باودر، بصل باودر، وبهارات فراخ او 7 بهارات. نقلبهم حلو مع بعض ونحط فيهم الفراخ بعد ما غسلناها ونقعناها في ميه وملح وخل، ونحطها لمده ساعه في التلاجة. وبعد كده نطلعها، نجيب الدقيق، نحط معلقه نشا، 3 بقسماط وفلفل وبابريكا، ونتبل الفراخ فيها، ونتبلها تتبيله اللي هي مش هنضغط عليها، هنلفها كده اهوت. وبعد كده هنرجع نحطها المارينيه او اللي هي التتبيله الميه اللي كنا عاملينها، نرجع نحطها في الدقيق تاني عشان تدينا قرمشه اقوى. بعد كده هننزلها في الزيت، وكده يبقى احنا عملنا احلى تشيكن وينجز. اسهل طريقه واسهل مقادير. يا رب الوصفه تعجبكم، متنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه. سلام.